ديني على فرحة بيتنا وساعديني، وتعالي حبيبتي نتصالح وانا عندك ليه وتعنديني. عطشان للوش المفروض والصوت الناعم فردود، وفي لحظة غضبي يا حبيبتي مشتاق للضحكة تهديني. لو قلبك حس في يوم غيرة مشغول انا عنك وفي حيرة، او شفت حمامة بتندهلي، او مرة جرحتك من جهلي، او شفت الموجة واخداني بدلالك انت وشديني. اديني حنانك اديني، مطبخ وغسيل مش هيفيدك، والتوم الفايح من ايدك، والبوز الملوي والبوزله ملوي شبرين، واشربك اسود حبرين. انا نفسي في يوم القاكي رايقه وبكلمه رقيقه توديني، متغاظ على الاخر ومولع لما نفسي معاكي اتدلع. انا اجي اطلب كده بوسه، فبلاش تحكي لي عن الكوسه وتقولي خلاص احنا كبرنا، وبكل غلاسة تصديني. اديني حنانك اديني على لقمة عيشي ومشاغلي، زهقان ومروح انا بغلي، ويا دوب من لحظة وانا راجع، فبلاش تحكي لي في مواجع، وسيبيني اخد كده نفسي واستنى عليا وغديني. في اللبسك فين ومع الريحة ليه عايشة بنفس التشريحة، نفسي اشوف الموضة في شكلك، نفسي الاقي الفن في اكلك، ده الوردة الحلوة بتتجدد على شط جمالك وديني. اديني حنانك اديني. الله الله الله، قصيدة طويلة لكن يعني احنا عارف نختصر نظر المعاني اللي كل الناس بتقولها كل يوم في البيوت، يعني لولا ضيق الوقت لكنا اكملنا يعني. الحمد لله، لكن هي موجودة على السوشيال ميديا على الصفحة. رغم ضيق الوقت لكن احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، وكنا نتمنى طبعا نسمع كل القصائد لان انت عندك انتاج غزير، يعني بيتعدى 20 ديوان ما بين شعر العامية والفصحى. انا فعلا عندي 29 ديوان. فاحنا سعدنا بيك جدا ونتمنى ان انت تكون معانا في مرات اخرى، لكن احنا عارفين طبعا انت جاي في زيارة القاهرة عشان معرض الكتاب، يعني تستمتع بالمعرض ان شاء الله وكل الساده المشاهدين. انا بشكر حضرتك الشاعر راضي الطهطاوي، كان ضيفنا النهارده وامتعنا باشعاره وبلهجته الصعيديه اللي بتمتع كل المصريين. كل الشكر والتقدير لحضرتك ونشوفك على خير دايما يعني. شكرا محمد بيه، شكرا لفريق عمل البرنامج والاستاذ حسام، وشكرا للقناه الثالثه، وشكرا لكل الساده المشاهدين. بشكر حضرتك وبشكر زملائي فريق العمل في استوديو 32، والشكر موصول لمتابعة حضراتكم. إن شاء الله غدا فريق عمل جديد وحلقة جديدة من برنامج بالريشة والقلم.